من السياسة أروح للصحة، وحضرتك يعني بعد الشر عنك عملت كذا عملية قلب مفتوح، لكن فكرة تصوير نفسك وانت بتجرى لك عملية القلب على يد طبعا دكتور مجدي يعقوب، كانت فكرة جديدة وغريبة من نوعها، وانا عارفة انها اثيرت في كذا برنامج، بس الحقيقة انا عايزة اثير نفس الموضوع. هو الحقيقه الدكتور مجدي يعقوب كان جراح عالمي ايامها، ناس كتير قوي ما تعرفوش في مصر. اللي حصل زي ايام عمر الشريف لما كان ابتعد عن مصر واتجه الى العالميه، وقالوا ان هو متفق مع اسرائيل ضد مصر ومش هيجي مصر تاني والحمد لله قدرنا انا والزميل طارق نور نرجعه من خلال برنامج ايامها كان اسمه تلسكوب. قدرت اقنع الدكتور مجدي انه يطلع في تلفزيون مصر على اساس انه في البدايه وفي النهايه رغم انه جراح عالمي وانجليزي مصري، اصوله مصريه وجذوره مصريه. صحيح. فوافق الرجل وافتكر ان انا هسجل معاه وبس. قلت له لا، انت هتعمل لي عمليه فعايزين نصور هذه العمليه. قال لي الكلام ده ممنوع رسميا، مش بس في انجلترا، في العالم كله ممنوع كاميرا تخش اوضه العمليات. ايامها كان كده. بعد كده بقوا يدرسوا للطلبه العمليات عموما من خلال كاميرا محطوطه في غرفه العمليات. المهم اللي حصل انه اياميها خدنا اذن من وزاره الصحه الانجليزيه، ووافق الدكتور مجدي رغم انه كان في معترضين على انه ما يصحش تعمل دعايه لدكتور انجليزي مفروض اقسم انه مش هيعمل دعايه بشكل مباشر في التلفزيون عموما. فلما قلت لهم ده برنامج لمصر مش للساده الانجليز وافقوا على مضض، وقدرت اسجل له لقاء عظيم ما نساهوش طبعا، وقدرت اسجل نفسي. طبعا ما قدرتش الكلام ده هو بيحصل، والحمد لله قمت بالسلام. صحيح. رجعت عملتها تاني وتالت ورابع بس من غير كاميرات في هذه المره. عجبني تعليق لحضرتك واحدى المذيعات بتسالك عن السبب، وكان ردك الحقيقه يعني ابهرني جدا، انه انا ما كنتش عايز الناس تخاف من العمليه دي، فكنت عايز اعرض ده على الناس. يعني فكره المذيع الانسان دي مش موجوده قوي. العمليه ما كانتش معروفه، وناس كتير قوي بتعاني من ظروف قلبها التعبان. فقلت لو انا نجحت وعدت على خير هتبقى خير دعايه للمواطنين المصريين. صحيح، وده حصل، ده حصل الحمد لله. جات لي انا فاكر زكايب من الصحف، من البوسطه، بريد المشاهدين كلهم، اللي بيشكي من حاجه وبيقول لي، واللي بيقول لي انه عايز يعرف عنوان مجدي، واللي يقول لي خلاص انا هخش اعمل عمليه. موضوع مؤثر. يعني الحقيقه بنفتقد جدا وبنفتقر المذيع الانسان اللي بيحس فعلا بالمشاهد وبيحس بالمواطن البسيط، وبالذات لما يكون كلام فيه قلب. الأستاذ الكبير طارق حبيب عرف يقنع ضيوفه كلهم إن هم يتكلموا من القلب، إزاي؟ والله يمكن عشان بقول أنا كلام من القلب فبيخش القلب ويطلع منه أيضا. وما تنسيش أنا عامل عمليات في القلب، يعني أنا متخصص قلوب. لا الحمد لله كان بيبقى دايما كلامي صادق ومفيهوش تلاعب، وبالتالي بيخش قلوبهم ويطلع منهم الكلام اللي في جعباتهم كلهم. التقيت حضرتك بعدد مش عادي طبعا من النجوم في كل المجالات زي ما قلنا. نفسي يعني نتوقف عند بعض الشخصيات، منهم طبعا الملكة ناريمان. يعني أنا بصراحة عايزة أعرف يعني أسرار وكواليس هذا اللقاء. الله يرحمها، دوختني مش ال7 دوخات، ال20 دوخ الحقيقة عشان تقبل، وبعدين طلعت معايا وما طلعتش مع حد تاني في مصر ولا في العالم العربي. فأعطتني وسام على صدري، فرحانة أنا بيه جدا. هي عايشة كانت في مصر الجديدة، متزوجة لطبيب اسمه الباشا، ولكن مش عايشة عيشة بشوات إطلاقا، ولا طبعا عيشة ملكات. بيت متواضع، شقة عادية بالإيجار، وغلبانة وهادية وساكتة، وفي ألم جواها أو جرح غائر عمل لها مشكلة في حياتها. ورغم ظروفها الصعبة دي إلا إنها فتحت لي قلبها الحقيقة، وقدرت أطلع منها الكثير. حكيت لي على
ازاي الملك فاروق كان بياخدها بعربيه هو اللي بيسوقها ويروحوا يشربوا مثلا عصير قصب. فعلا. فعلا. حكيت لي مثلا انه لما جت تجيب بيبي بقت حامل، فقالت اخبي عليه ولا اقول له؟ لا هقول له. فراحت تقول له، فكان الرد بتاعه لا على الله ما تجيبيليش بنت. هو كان عنده 3 بنات من الملكه فريده. ايوه. وبعد كده اما سالتها انعم عليكي بايه بقى لما جبت له الولد؟ مم. قالت انعم على الدكتور مجدي باشا بالبشويه. اه. قلت لها لا، انعم على حضرتك شخصيا ايه؟ قالت لي وعدني انه هيبطل سهر. وبطل سهر. قالت لي بطل 3 اشهر ورجع تاني. يعني حاجات كتير قوي من النوع ده الحقيقه شرفت بان انا اخليها تتكلم فيها. المعامله مع ملكه، يعني حضرتك يعني كتير مننا ما جالوش الفرصه او الحظ انه يلتقي بملكه، كان عامل ازاي؟ هو الحقيقه انا كنت قابلتها قبلها، اه. وزي ما بقول لك دوختني ال10 دوخات، لان حاولت مرارا وتكرارا ان اقنعها فلم انجح الا في النهايه خالص والحمد لله. مم. التعامل معها في الاول فيه هيبه، بقيه اللقاءات كان فيها طبعا احترام واحترام كبير، لكن ما فيش الخوف الاولاني اللي كان جوايا وانا بقابلها. هي ست متواضعه للغايه وظريفه للغايه وطيبه للغايه. ومن القيادات والملوك والرؤساء للأدب والأديب الكبير توفيق الحكيم. رحمه يعني الله عليه. رحمة الله عليه، طبعا ما كانش بيرضى خالص يطلع في أي جهة إعلامية. إزاي أقنعته؟ وكان اللقاء كمان عامل إزاي؟ والكواليس برضو عايزين نعرف. كنت بقابل الأستاذ توفيق كثيرا، كان عزيز عليه قوي وقريب منه جدا كاتبنا العالمي القدير توفيق نجيب محفوظ. نجيب محفوظ. أستاذ نجيب كنت اشتغلت معاه أكتر من مرة، وعملت له حتى خماسية نجيب محفوظ، 5 حلقات عنه وعن حياته ومشواره. فكان يحبني وأنا أعشقه، فقدرت أنا ونجيب محفوظ نقنع الأستاذ توفيق بأنه يطلع معايا في التلفزيون. استاذ نجيب، بعد عمل حضرتك في اداره الجامعه عينت في وزاره الاوقاف اللي احنا واقفين على بابها دلوقتي، حيث قضيت اعواما طويله. نتكلم عن هذه المرحله من حياتك من فضلك. كان سبب النقل ان الشيخ مصطفى عبد الرازق الله يرحمه اتعين وزير للاوقاف، فاختار بعض تلاميذه في كليه الاداب عشان السكرتاريه بتاعهم، فاشتغلت له السكرتير الأمر، وقعدت في الوظيفة دي مدة يمكن 10 سنين، من 39 لغاية 50 أو حاجة زي كده. اشتغلت مع وزراء كتير قوي في الوظيفة دي، وهي وظيفة تمكنك في الحقيقة لأنك أنت الواسطة بين النواب والشيوخ وبين فروع الوزارة المختلفة، فتعرف نشاط الوزارة بصفة عامة، قسم الطبي، قسم الزراعة، قسم الأوقاف الأهلية، الأوقاف الخيرية، كل الحاجات دي تاخد بيها علم من خلال الأسئلة والأجوبة والاستجوابات والحاجات اللي زي كده. واشتغلت مع وزراء كتير يعني اختص كل منهم بصفة مميزة تعيش مع الواحد زمن طويل. فمثلا الشيخ مصطفى عبد الرازق كان مثال العدل والإنسانية والرحمة. كان الشاذلي باشا مثال الانضباط، مشى الوزاره كلها زي الوزراء ولغى حاجه اسمها روتين، وكانت الوزاره دي ماشيه زي الآلة، وكل واحد بس حركه كده او كده 15 يوم خصم دي يعني هي العقوبه العاديه. وكان من الوزراء اللي ممتازين ايضا عبد الحميد عبد الحق، كان يمتاز بالابتكار، هو اللي عمل مدينه الاوقاف والاسواق اللي تبع الوزاره، وكان الوقف جامد، حركه واستغل امواله، يعني عمل حركات تعتبر في وقتها ثوريه جدا، مع انه كان بسيط وهلهلي. يعني بعد الظهر يكون عنده شويه ورق بيمضيها، يقوم يجي بالجلابيه البلدي ومحمد عبد الوهاب يحصله في اوضه العود، يمضي الكام ورقه وينزلوا في الاتوبيس سوا لصفات الماء.
شخصية كمان يا أستاذ طارق حضرتك التقيتها يمكن مش لحلقة لكن عدة حلقات واشتغلت معاها، شخصية محبوبة لناس كتير قوي، الراحل صالح سليم. الله يرحمه هو كمان. انت بتختاري لي كل الاعزاء الراحلين. على كل حال صالح سليم كان معشوقي الاول في مجال كرة القدم. شخصيته الفذة والقوية على الفريق وعلى الإدارة كانت مضرب الأمثال. صالح سليم اقتربت منه بحكم الجيرة، وبالصدفة كان جاري أيضا هو كمان في الشارع اللي جنبي على طول، وكان ولاده معايا في المدرسة، وفي فرق سن بيني وبينه، لكن في فرق سن برضه بيني وبينهم. المهم انه صالح اقتربت منه عائليا، وبقيت ازوره في البيت واقعد معاه كل يوم في النادي، لحد ما قدرت اقنعه انه يطلع وجها لوجه مع المشاهدين في التلفزيون في برنامج اسمه الكرة فن، زي ما قلت لك في بداية اللقاء. صالح سليم يبدو انه متعالي، انه زي ما بيقولوا كده في لغة سعاد حسني الله يمسيها بالخير ويرحمها، اللي هي قليط. وحد فاكر روحه حاجة يعني، يقولش من شرطة اسم الله أو دبلوماسي. الحقيقة هو غير ذلك على طول الخط، هو إنسان خجول لأقصى درجة، ويمكن خجله ده بيداريه بحتة النشوفية في طريقته، ويمكن ما هواش الإنسان الاجتماعي اللي يختلط بالناس ويقرب منهم ويعمل حوار معاهم أو يقف يلقي خطبة أو حاجة، ما يعرفش يعمل الكلام ده، وبالتالي بيداري ده كله بانه يبان انه يعني واد جامد وملوش زي. الله يرحمه كان برضه شخصية مرموقة عظيمة ولذيذة. يعني الحوار مع حضرتك الحقيقة فعلا لا ينتهي، وأنا مش عايزة أخلص كلام، بس إحنا مش عايزين نعطل حضرتك أكتر من كده عن مواعيدك، لكن كلمة أخيرة تقولها للإعلاميين بالذات وللجمهور بشكل عام. للإعلاميين أقول لهم اتقوا الله في مصر، ما فيش شك. يمكن الكلام ده اتقال قبل كده، لكن أنا بقوله لهم من قلبي. للجمهور بقول له أشكرك إنك استحملتني أنا وسارة، وأرجو إن تكون سارة قدمتنا بطريقة سارة لكم، وإنه تعجبكم الحلقة أو الحلقات، وتكونوا قضيتوا معايا وقت كويس. مع أجمل المنى وأرق حياتي. يعني ما ينفعش اقول كلام بعد اللي حضرتك قلته، بس حقيقي التقينا بحضرتك وسعدنا بحضرتك جدا. كان بينورنا الاعلامي الكبير والقدير طارق حبيب. شكرا ليك يا فندم جدا. انا المتشكر. شكرا ليك. مشاهدينا اتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، ونشوفكم الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده ومع النجوم.